أعظم أفلام هتشوفها في حياتك الجزء التالت. عايز فيلم مميز لسهرة النهاردة؟ لما حد يسألك ترشح لي فيلم إيه، ما تفكرش كتير في إجابة السؤال ده وتقدر ترشح له قائمة أفلام تخليه يشكرك عليها. جايب لكم النهاردة لستة أفلام مميزة جدا، وزي ما انتوا عارفين إن الأفلام السلسلة دي بتبقى أكشن على رعب على مغامرات على تشويق، ودايما بحط أكتر فيلم مميز في الليستة دي آخر فيلم، وأظن إن الفيلم ده هتشكرني عليه بعدين. وبالمناسبة عندي مفاجأة لمحبي أفلام الرعب بتطبخ على نار هادئة. المهم مش هطول عليكم ويلا بينا نبدأ. وهنبدأ بأول فيلم مميز معانا، وتقريبا الفيلم ده زي ما يقال انه اتصور في 12 يوم بس. انت متخيل؟ وحقيقي من الافلام اللي هتضرب لك الادرينالين للسقف، يعني تقريبا مش هتلاقي لحظة ملل فيه. ومحتوى الفيلم ان ستو مسؤول علاقات عامة في مجال الترفيه، وفجأة وهو ماشي في شوارع نيويورك عمل مكالمة من كابين التليفون، وبعد ما خلص المكالمة لقى التليفون بيرن. انت متخيل ان الفيلم ما كانش هيكمل لو كان طنش المكالمة دي ومشى؟ المهم ان ستو يكتشف انها مش مجرد مكالمة عادية، لانها هتغير حياته كلها أو هتنهيها. الفيلم صدر سنة 2002 واخد تقييم 7.1، واسم الفيلم ذا فون باث. It's do or die time. Get down. 1. Hold your fire. 2. 3. الفيلم التالي وهو فيلم لمحبي افلام المطاردة والسرفايفر. ومحتوى الفيلم، تخيل معايا انك واخد عيلتك في رحلة وسافرتوا البلد من بلدان شرق اسيا، وعلى حظكم الكويس يحصل انقلاب في البلد دي ويقرر الشعب كله اعدام اي شخص اجنبي. فيا ترى هتتصرف وتنقذ نفسك وعيلتك ازاي؟ الفيلم الحقيقة عبارة عن تشويق واثارة، وده بسبب قوة احداثه اللي هتخليك تتفاجئ على طول. وبأكد لك هتقضي ساعة ونص من المتعة من البداية حتى النهاية. الفيلم صدر سنة 2015 واخد تقييم 6.7، واسم الفيلم نو سكيب. الفيلم التالي وده لمحبي افلام الرعب والغموض، حاجه كده اندريتد، وهو فيلم تايلاندي حقق نجاح كبير على المستوى الدولي. ومحتوى الفيلم في البدايه ان طاقم تصوير بيتعرض لحادث سير، وبيكتشفوا بعد كده ان في الصور اللي بيصوروها ان في اشياء غريبه بتظهر زي ارواح شريره. فبيحاول توم وصاحبته جين انهم يفهموا سبب ظهور الارواح دي في صورهم، فهل هيعرفوا السبب قبل ما الارواح دي تقضي عليهم ولا لا؟ ده اللي هتعرفه من الفيلم. الفيلم صدر سنة 2004 واخد تقييم 7، واسم الفيلم شاتر. الفيلم التالي وهو فيلم لمحبي افلام الاثاره، وحقيقي الفيلم ما فيهوش لحظه ملل، وزي ما بيقولوا كده يا بخت اللي لسه ما شافش السلسله دي. ومحتوى الفيلم بيحكي عن توماس اللي بيصحى يلاقي نفسه جوه مصعد غريب وفاقد الذاكره، ولما بيتم فتح المصعد بيلاقي مراهقين زيه فاقدين للذاكرة، وكلهم مش عارفين ايه اللي جابهم المكان ده، لكنهم يعرفوا حاجة واحدة بس، ان عليهم حل لغز المتاهة ده لو حابين يرجعوا منازلهم من تاني. المتاهة دي محاطة بجدار ضخم، وموجود جوه المتاهة باب بيفتح كل يوم. بيبتدي السسبنس لما يقرر توماس انه يعبر البوابة دي ويحل اللغز بنفسه، ولكن هل دخول المتاهة زي خروجها؟ ده اللي هتعرفه من الفيلم. الفيلم صدر سنة 2014 واخد تقييم 6.8، واسم الفيلم ذا ماز رانر. الفيلم التالي وهو فيلم لمحبي افلام الرعب النفسي، وهتفهم ليه دلوقتي. تخيل ان في يوم في السنة بيتاح فيه بجميع انواع الجرائم بدون مراقبة. اليوم بيبدأ 7 المغرب وينتهي 7 الصبح. اي حد عنده حقد تجاه اي شخص بيستنى اليوم ده علشان يبدأ التطهير. تخيل يوم زي ده انت معرض لكل انواع الخطر وبدون اي وسيلة حماية، سواء كانت شرطة او مستشفى. انت لوحدك تماما وبتحافظ على حياتك في اسوأ 12 ساعة هتمر عليك.
ده محتوى الفيلم. اما قصة الفيلم هي ان في عائلة كانوا مأمنين بيتهم في اليوم ده لحد ما شخص اتسلل ودخل البيت، بس مش لغرض قتلهم، كان لغرض الهروب من ناس بتحاول تقتله، وللأسف الناس دي عرفوا بوجوده في البيت مع العائلة دي. فيا ترى العائلة هتتصرف ازاي مع الموقف ده؟ الفيلم واخد تقييم 5.7 واسم الفيلم ذا بورج. Everything is gonna be okay. Nothing is ever going to be okay again. الفيلم التالي وده لمحبي افلام الاثاره والمغامره. حقيقي كميه اثاره هتاخدها من الفيلم ده مش طبيعيه. محتوى الفيلم بيحكي عن اسره بتحاول تتكيف مع وجود مخلوقات غريبه ومخيفه بتصطاد ضحاياها من خلال الصوت. اقل صوت حتى ولو كان بسيط ممكن يكلفك حياتك. فيا ترى هيتعاملوا مع المخلوقات دي ازاي؟ ده اللي هتعرفه من الفيلم. الفيلم بالرغم من انه ما اتقالش فيه كلمتين على بعض الا انه من اعظم الافلام اللي هتشوفها الحقيقه. ما اعتقدش محدش ما شافوش، بس حبيت اتكلم عنه برضه علشان الناس اللي ما شفتهوش تشوفه، ولانه برضه يستحق المشاهده. الفيلم صدر سنه 2018 واخد تقييم 7.5 واسم الفيلم A Quiet Place. الفيلم التالي وده فيلم لمحبي الافلام الكوميدي واللي من بطولة جيم كاري واللي يعتبر تصنيف لوحده. ومحتوى الفيلم ان ستانلي شخص خجول ومسكين وبيتعرض للظلم والمضايقات في حياته اليومية، ولكن فجأة ستانلي بيلاقي قناع قديم فيه قوة سحرية بيحوله لشخصية كوميدية وساحرة اسمها ذا ماسك، وبيستغل ستانلي القناع ده في الانتقام من الأشرار وتحقيق أحلامه. بس للأسف بيكتشف إن القناع ده ليه آثار جانبية. فيا ترى إيه هي؟ الفيلم صدر سنة 1994 واخد تقييم 6.9 واسم الفيلم ذا ماسك. That's the guy. Hello. The Mask. الفيلم التالي وده فيلم هيحطك في رعب وتوتر وإثارة طول أحداثه، والسبب هتعرفه حالا. ومحتوى الفيلم إن كائن وحشي غريب بيستيقظ لمدة 23 يوم كل 23 سنة وبيقوم باصطياد البشر، والهدف من الصيد البشر إنه يكمل بناء جسمه. بمعنى أصح أي عضو هياكله من أي بشري بيكتمل عنده لحد ما يكمل جسمه بالكامل. وبيتصادف الوحش ده مع أخ وأخت كانوا في طريقهم لوالدهم، ومع العلم إن ده كان آخر يوم في ال 23 يوم بتوع الوحش. فهل هينجح في اصطيادهم ولا هينجح الأخ والأخت في الهروب؟ ده اللي هتعرفه من الفيلم. الفيلم صدر سنة 2001 واخد تقييم 6.2 واسم الفيلم جيبرز كريبرز. You think he's dead? They never are. Jeepers Creepers. الفيلم التالي وده فيلم عن قصة حقيقية، وحقيقي يعني الفيلم بيديك جرعة تفاؤل وأمل في تحقيق النجاح. ومحتوى الفيلم كريس اللي بيمثل دوره ويل سميث، واللي كان راجل فقير بيمر بظروف صعبة في حياته وبيحلم بانه يبقى وسيط مالي ناجح، وده علشان يقدر يوفر لابنه حياة افضل. وبيعرض الفيلم ظروف كريس الصعبة وصموده قدامها والتضحيات اللي قدمها كريس علشان يقدر يحقق حلمه. حقيقي الفيلم ده يعتبر تحفة فنية وتتحط في قائمة افلام الماستر بيس، وهتعرف ليه لما تشوف الفيلم. الفيلم صدر سنة 2006 واخد تقييم 8 واسم الفيلم The Pursuit of Happiness. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. الفيلم التالي وهو فيلم دراما نفسية وهيلعب بأعصابك من كتر الإثارة والتشويق، وبيحقق الفيلم مقولة خيرا تعمل شرا تلقى. ومحتوى الفيلم ان جريتا سيدة أرملة بتستقل القطار يوميا، وفي احدى الليالي بتسيب حقيبتها داخل عربات القطار. وفي الجانب التاني بنت شابة اسمها فرانسيس، شابة لطيفة بتعيش على ذكرى وفاة والدتها ومقيمة مع صديقتها المقربة إريكا. وفجأة بتتغير حياة فرانسيس بعد استقلالها القطار، وده علشان انها بتلاقي عن طريق الصدفة
حقيبة جريتا، واللي بتقوم بعد كده بتوصيلها ليها. وبتكتشف فرانسيس ان جريتا أرملة وحيدة بتعيش لوحدها بعد وفاة زوجها، وبتكون فرانسيس صداقة معاها. وبعد ما بترجع لها فرانسيس الحقيبة بتبتدي تحصل لفرانسيس حاجات غريبة. ايه هي الحاجات دي وايه هي حقيقة جريتا؟ ده اللي هتعرفه من الفيلم. الفيلم صدر سنة 2018 واخد تقييم 6/10، واسم الفيلم جريتا. Just tried to get rid of Greta. وبكده انتهى فيديو النهارده، وحابب افكركم ان في جزئين كمان في القناه وفي اجزاء لاقتراحات كتيره هتتعمل. المهم لو عجبك الفيديو لايك واشتراك لو حابب تدعمنا، ويكتب لنا في الكومنتات ايه الفيلم المفضل في لستة النهارده. بس كده، وجزاكم الله كل خير، مع السلامه.